هو صانع الإنسان والأجيال، هو صاحب الإحسان والأفضال، هو باذل الجهد الكبير معلما ومربيا بالقول والأفعال، هو صانع الإنسان والأجيال، هو صاحب الإحسان والأفضال، هو باذل الجهد الكبير معلما ومربيا بالقول والأفعال، عمل الرسالة مخلصا في حملها ورقى بهمتنا لشأو عالي، فلكم سقى فينا بذور صلاحنا ولكم قطفنا صالح الأعمال، حمل الرسالة مخلصا في حملها ورقى بهمتنا لشأو عالي، فلكم سقى فينا بذور صلاحنا ولكم قطفنا صالح الأعمال، الإنسان والأجيال، وصاحب الإحسان والأفضال، وباذل الجهد الكبير معلما ومربيا بالقول والأفعال، هو صانع الإنسان والأجيال، وصاحب الإحسان والأفضال، هو باذل الجهد الكبير معلما ومربيا بالقول والأفعال. Wo ist er, Berlin? أخي nicht falsche Stelle gehen. هنا شيخ على اليمين. Komm hier, einfach folge mir. Küss seine Hand, seine immer Hand küssen, Hand küssen, Hand küssen, Hand küssen. أمه ماتت. Und deine Frau? Meine Frau ist Muslima geworden. Almania أسلمت. ملتزمة استقامة لبس في الباراديس. Welche Nationalität? Aus Russland. هي من روسيا أصلها من روسيا. وملتزمة بالصلاة. نعم ملتزمة جدا الحمد لله. يعني بقي أبوه. نعم باقي أبوه. يعني لا يصلي. نعم. نسأل الله أن يهديه. الله لا يفاتح غيش نسأل الله أن يهديه. آمين. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لزيد بن ثابت تعلم عبرية، تعلم لغة يهود مش العبرية. قال يا زيد تعلم لغة يهود فإني أخاف على كتابنا. قال إني أخاف أن يحرف اليهود القرآن. نعم. قال زيد فحذقته أي صرت ماهرا وقويا في لسان اليهود، بلسان اليهود في 15 يوما. 15 يوم، نصف شهر. نصف شهر صار كأنه مولود مع اليهود، يتكلم لغة اليهود مثل اليهود تماما بعد 15 يوم، نصف شهر. سبحان الله. لي أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أخاف على القرآن، فأنا عندما أقول لكم نحن نخاف على السنة أنتم لا تنامون. ليه؟ لأنكم حراس، تقف كالحارس تخشى أن تؤتى السنة من القبل، فمستيقظ دائما لا تستطيع أن تنام طالما أنك في موقع الحراسة. فزيد بن ثابت لما قال إني أخاف على القرآن كان هذا كافيا ألا ينام.
مع توفيق ربه سبحانه وتعالى الذي فتح مغاليق العلوم، هو الذي فتح فهمه، هو الذي فهمه زيد. لكن عاطفة زيد صدقه يتعلم اللغة العربية وتعلم له السريانية أيضا جعله يتقن هذه اللغة. وصانع الإنسان والأجيال وصاحب الإحسان والأفضال وبارئ الكبير معلما مربيا بالقول والأفعال وصانع الإنسان والأجيال وصاحب الإحسان والأفضال وبارئ الكبير معلما مربيا بالقول والأفعال عمل الرسالة مخلصا في حقها ورقى بهمتنا لشأن العالي فلكم سقى فينا محمد نعم ماشي. شهرين ماشي كلنا هنجيب. ورقى بهمتنا لشأن العالي فلكم سقى فينا بدون صلاحنا تحتاج إلى استمرار. وحمزة الرجل المهتم بمعه سكانه بالكرسي بوذي. أبو حمزة جعل أبو أنس هتدخل النار مش عارف كم. طب لماذا نطلب البوذيين؟ قال لأننا نؤمن أننا سنرجع إلى الحياة بعد الموت. قلت له طيب بوذا نفسه هل رجع؟ لا هو أرى الحياة. وقال سؤال جيد. وبعدين شيخ هناك وهو الأمين على النبي سلطاني أكرم به من فاضل متفضل وصنيع لا يثنى بالبال صار الأقل إنها لها أمانة فهو الأمين على النبي سلطاني أكرم به من فاضل متفضل وصنيع لا يثنى وصاحب الإحسان والأفراح والإحسان والكبير معلما منظر السحابة شفنا كأنه نهر، يعني كأن المناطق اللي هي عامله زي الميه دي المناطق اللي بتدل على الغابات. ازاي بقى؟ ده تقريبا تحتها بيوت عادي بس ما فيهاش سحاب يعني. بالظبط كده. منها للأرض عاملة زي كأنها نهر يعني ايه. سبحان الله. وهو المعلم صانع الأجيال آثاره تنبيك عن أفعاله وفعاله تغيك عن أقواله رفعت مكانته لرفعة قدره فهو المعلم صانع الأجيال الإنسان والأجيال وصاحب الإحسان والأفضال وباذل الكبير والأفعال وصانع الإنسان والأجيال وصاحب الإحسان والأفضال وباذل الكبير معلما أنا بستقبله من قبل ما يركبش هيركبوه من خليه يأتي من هنا رضوان خليه يأتي من هنا الإحسان والأفضال وباذل الكبير معلما ومربيا بالقول والأفعال عمل الرسالة مخلصا في حملها ورقى بهم
همتنا لشأو عالي فلكم سقى فينا بذور صلاحنا ولكم قصدنا صالح الأعمال حمل الرسالة مخلصا في حملها ورضى بهمتنا لشأو عالي فلكم سقى فينا بذور صلاحنا ولكم قطفنا صالح الأعمال والأجيال وصاحب الإحسان والأفضال وباذل الجهد الكبير معلما ومربيا بالقول والأفعال وصاحب الإحسان والأجيال الله أكبر. فأهلا ومرحبا بشيخنا الحبيب في إسبانيا. أيها الإخوة الكرام، هذه الساعة تسطر في التاريخ وقد طال الشوق وقد علمت من الكثير منكم مدى الحب من شيخنا الحبيب. وكان يعني في قسم الإسباني، لكن العهد طال طبعا وما زالت كلمات في جعبة الشيخ من اللغة الإسبانية. ما اسمه؟ حمزة. ما شاء الله، بارك الله فيك. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. في مدينة تورس بارة وذلك في يوم الأربعاء. تبدأ الدورة يوم الأربعاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. تعال. أمعلمي ماذا عسى شعاري تبدي من المكنون في أبواري أمعلمي ماذا عسى شعاري تبدي من المكنون في أبواري في داخلي قيثارته أوتارها شدت فأين أنامل الأفكار مهما أقول في ذكر خاطرك إنها بعض من القطرات من أنهاري كيف السبيل إذا لصوت مشاعري كهدية من شاكر كان يريد أن يسلم عليكم جميعا.